اليوم كانت يعني يوم حافل، يوم ليس ككل الايام، يوم درتي المحكمه النقاش حوالي الساعه 10 صباحا. اعتقد اننا الان يعني الساعه 7 مساء، جلسه متواصله، جلسه ماراثونيه. شفنا فيها المتناقضات، شفنا فيها من يقول الحقيقه وشفنا فيها من يشهد الزور. اليوم المحكمه استمرت في النقاش مع الشاهد الذي يدعي انه كان هو سائق ديال المالي، واللي اليوم يعني اقل ما كان يمكن يتخاذ في حقه هو قرار الاعتقال في الجلسه، لان اليوم كانت شهاده الزور بعينها. شخص اللي اليوم جاء تيصرح الكلام اللي لا يقبله عاقل، جاء هذا الشخص اللي اليوم جاء تيقول بانه كان هو والمالي في موريتانيا، ومن بعد في شهر 9 2015 خرج من موريتانيا وتيقول بانه من بعد المالي كان خارج. جنا له الاحكام القضائيه اللي كتقول بانه المالي تحكم ب4 سنين، بقى كيبرق في عيني. جنا له هو ما يؤكد انه هو كان معتقل، بقى تيخرج في عيني. فلذلك اليوم مشينا مع اكثر من هذا الشيء. هو كان معتقل، واللي اختار من هذا هو كان معتقل على المخدرات وكذب على المحكمه وقال ما كان معتقل على المخدرات. اليوم مشينا مع ابعد من ذلك وناقشنا مع امور اللي هي تتعلق لا بالشاحنات ولا بالسيارات. بغينا تصريح واحد يكون مقادم مع الاخر، ولا تصريح مقادم مع الاخر. اليوم متقدم لها ملتمس ديال الاعتقال الشهيد، ولكن تعتقد انه المحكمه اليوم كانت رحيمه به، كانت رحيمه به بشكل كبير يعني، وما اعتقلتوش. وتنعاود نقول بانه اليوم سقطت اخر اوراق التوت. وهذا الشاهد اللي انا قلت لكم، الشاهد اللي جا في الجلسه الفارطه وقال لكم انا غادي نزير سعيد الناصري، تعتقد ان الشو حالته كي خرجت، لانه الشاهد ثبت انه شاهد زور وشاهد ديال الكذب وشاهد اللي ما استطاعش يثبت المحكمه. ولكن اللي غريب اليوم واللي ختمنا به هو يعني الخادمه التي تم استدعائها، واللي الجوم جات ولاحظتوا السذاجه ديالها ولاحظتوا الشكل باش كذا، قلبت الملف راسا على عقب، قلبت كل الاشياء التي بني عليها هذا الملف، كذبت الجميع. الواقعه ديال التي قال المالي بانه كان هو في الفيلا ديال لطيفه رأفت وحضر عنده سعيد الناصري وفي الحفل العشاء، واللي كان فيه واحد جوج ديال الاشخاص من مكرات والزوجه ديالهم. وتيقول بالمالي بانه بلغت ما يزيد على 11 مليون ديال الدرهم اعطيتها لسعيد الناصري وعطيتها لهاد الاشخاص، وانا اللي هزتها معايا هذه الخادمه فاطمه. جات هذه السيده كتقول هذا كذب، هذا كذب، وهذا الشيء كلامه هو، وانا ما قلتوش. وقلت الفرقه الوطنيه لا، هادشي ماشي صحيح، وهما كتبوا داك الشيء، كانوا كيكتبوا كلامه ما كيكتبوش كلامي. دوا خطير اللي اليوم الناس مشات للحبس ماشي بكلامها، بكلام اللي تكتب ليها. اكثر من هذا في الواقع ديال 250 مليون اللي جات الشاهد العجيب الغريب السي الشيفور، واللي قال لكم ديت واحد المبلغ ديال 250 مليون ومره ولات 220 ومره ولا 200 ومره ولا 270، كل مره تيجي لنا كلام. قال لك عطيته لهذه الشاهده باش تعطي لسعيد الناصري. جات قالت هذا راجل كذاب وتيكذب، انا المبلغ اللي عطاني جاب مبلغ حطه في كرتونه وفي ميكا كحله، وقال لي راه غادي يتصل بي المالي، وقال لي غيتصل بك واحد السيد ومن يكون معاك دوزيه ليا. وفعلا جا واحد السيد ودوزها ليا في التليفون وقال لي المالي عطاك. قال له هذا السيد شكون؟ وسعيد الناصري. قالت لك حاشا معاذ الله، ما عمر الناصري عطيته شي درهم. هذا المبلغ ديال 250 مليون والمبلغ ديال 152 مليون اللي قالت عطى الناصري وعطاتو لي هاد الشهيده، قالت هذا كاذب، انا ما ندعي شبر في الارض بهذا السيد، ما عمرني عطيته شي درهم. شفتوا مره واحده هاد الشهود كاملين اللي جاوا، شهود الزور اللي جاوا كيقولوا كانوا القصاير والفيلا ديال الخدامه، كتقول لك كانت ليله واحده تذبح فيها الحولي ودارت الصداقه، كانش فيها الشيخات، كانش فيها القصير، ماشي يوم الغد اللي عطاتو، ماشي القصير، ماشي القصير. هذه في الفيلا ديال كاليفورنيا كان يعني جاوا الناس وتيصوبوا تيبنيو كيقول لك هذه الفيلا كانت ماخور، هذا فيلا ديال القصير وديال الليالي الحمراء. الخدامه كتقول هادشي كذوب، انا كنت خدامه انا كنت كنطيب ما عمرنيش. وقالت لنا حاجه اخرى، قالت لك هذا الراجل كتقول كان كيصوم الاثنين والخميس، هذا الراجل كان كيصوم رمضان وكان كيشيش، ما عمرنيش الشراب، ما عمرنيش شفت البنات، ما عمرنيش شي حاجه اخرى. اللي جاو قالوا لنا هذوك الشهود ديال 4 ريال. شكرا لك.